القصة بتبدأ في قرية كانت اتدمرت في الحرب ضد ملك الشياطين. ولد صغير اسمه لويد واقف قدام الخراب وعينيه فيها شرود، بيكشف قد ايه اتأثر باللي حصل. تيجي ست تلاقيه واقف وسط ركام، تحس بالذنب عشان عارفة انه اهمالها هو اللي سبب الكارثة، ولانها عايزة تصلح غلطتها تاخد لويد عندها في البيت وتعرض عليه يبدأ حياة جديدة. وهو عايش معاها تبتدي تعلمه فن السحر، وأول درس ليه كان تعويذة النار. توريه بسرعة ازاي يعملها، وبعدها تقول له لو ما عرفتش تطلع تعويذة لوحدك مفيش عشاء النهارده. بالمعجزة مع غروب الشمس لويد يقدر يطلع شعلة نار صغيرة، لكن وهو فرحان وبيوريها لمعلمته بدل ما تشجعه تطفي الشعلة بنفخة وبعدها ترفع صوابعها وتلفه بجدار نار وتزعق له انه ما عملهاش صح، وبرغم كده تسمح له يتعشى لانه على الاقل عرف يتعلم التعويذة. اليوم اللي بعده المعلمة تغير النظام وتقول للويد النهارده هتتعلم سحر المي. تديله مثال بسيط وهي بتزحلق رجلها على الارض فتظهر نفورة مية صغيرة. لما يجي دور لويد بالكاد يبل الارض شوية ويبقى مبسوط بنفسه، لكن المعلمة ما انبهرتش خالص، وعشان توريه يعني ايه سحر مية بجد ترمي عليه كمية مية ضخمة. ومع مرور الوقت تدريب لويد يستمر وهو بيبذل كل جهده عشان يتعلم تعويذ جديدة، بينما ميرلين كانت بتفرض عليه عقوبات صعبة كل مرة ما يوصلش للي متوقعاه منه. لكن المفاجأة إن طريقتها الشديدة بدأت تجيب نتيجة، ولما يجي الشتاء سحر لويد اتطور لدرجة إنه قدر يستدعي تمثال ثلج لميرلين من غير تعب. كانت لفتة لطيفة، ورغم إنها قدرت ده رفضت تبين مشاعرها. بدل كده سيطرت على التمثال واستخدمته تحاصر لويد وكبرته بشكل ضخم عشان توريه قوتها في سحر الثلج. وفي الآخر التمثال وقع وخلى لويد يقع معاه، وبرغم ده في الوقت ده كانوا بقوا قريبين من بعض بجد. وأول ما لويد آمن الثلج قال لميرلين إنه هيحاول أكتر مع السحر، وهي ردت بابتسامة رضا. وفي يوم الصبح ميرلين كانت مرمية على الكنبة بتصارع صداع نص الليل عشان شربت خمرة كتير امبارح. لويد يقرب منها ويسألها انت كويسة؟ بس هي بتتأوه وتقول حاسة اني ميتة. لويد عايز يساعد فيحط ايده على جبهتها ويستخدم سحر الشفا علشان يخفف عنها صداع. في ثواني ميرلين تحس بتحسن كبير، تقوم من مكانها تحضنه وتشكره انها خفت. اول ما استردت نشاطها قالت يلا بينا وقت تدريب السحر، وسحبت لويد فورا لبره. التدريب يستمر شهور طويله لحد ما في يوم ميرلين تستقبل كتاب يخليها قلقه جدا. في اللحظه دي لويد ينادي عليها من الميناء ويقول كل حاجه جاهزه. هي ترد جايه حالا وتحاول تحط الكتاب على جنب، لكنه يقع بالغلط قدام لويد وهو بينحني علشان يلم لمسه، وفجاه موجه من المعرفه تملى دماغه في ثانيه. لويد ينهار على الارض من كميه المعلومات اللي دخلت عقله. ميرلين لما تدرك اللي حصل تتصدم، هو عنده صفات المختار. تقوم شايله لويد وتحطه على السرير، بس لو هو فعلا الموعود مش ممكن تسمح انه يكرر نفس الاخطاء اللي هي عملتها. تطبع قبله خفيفه على جبينه، يسطع نور على جلده، وهي تلقي عليه تعويذه. قررت مش هسمح له يتغر بقوته زي ما حصل معايا. اليوم اللي بعده تدريب لويد يستمر، لكن المره دي المعلمه تاخده للغابه علشان يتدرب على السحر الابيض، يركز قوته في ثمره واحده ويخليها تستوي وتبقى عصريه. ميرلين تنبهر وتقول له برافو تقدمت كتير، بس ترجع تفكره لسه في حاجات كتير لازم تتعلمها. تحط ايدها على الشجره وتطلق سحر ابيض، وفجاه الشجره كلها تزهر بخضار حي. بالليل ميرلين تساعد لويد في الدراسه وتقول له ان في شويه اورك عندهم سحر نادر بيخليهم يتحكموا في الوحوش. وهم بيقروا لويد يقابل سطر عن السحر القديم، واول ما لويد يجيب سيره السحر القديم ملامح ميرلين تتغير فجاه وبحزم تقول له انت مش محتاج تتعلم اي حاجه على السحر ده. واحد من تدريباته كان انه يستدعي عصايه سحريه فورا، ولما لويد ما يتحركش بسرعه كفايه ميرلين تضربه بعصايتها هي، تحذره بصرامه اياك تتهاون في تدريبك حتى لو بقيت قوي قوي. بطلنا يوعدها انه هيبقى ملتزم ومش هيكسل في تدريبه ابدا. في التدريب اللي بعده ميرلين تشرح للويد عن الاحجار السحريه، تقول له ان الاحجار دي عباره عن مانع متجمده قويه لدرجه انها ممكن تحول اي حاجه حواليها لاحجار سحريه. تمر شهور وخلال درس من الدروس ميرلين تاخد لويد لعمق الغابه وتديله سكينه وتقول له لازم تعيش في الغابه دي وتلاقي طريق الرجوع لوحدك خلال اسبوع. قبل ما يلحق يعترض تجري فجاه وتسيبه لوحده، وبعد ما تختفي بقايق يطلع ديب ضخم من وسط الشجر ويهجم على لويد. بطلنا يجري على حياته ويطلع فوق شجره عشان يهرب من الديب. كان شايف ان ساحر ابيض زيه ملوش اي فرصه يهزم وحش زي ده، فاحسن حل بالنسبه له انه يرجع البيت من غير ما يقابل وحوش تانية. لكن لما استخدم سحره علشان يمسح المنطقه ويعرف الطريق اكتشف انه ابتعد مسافه كبيره جدا، ومع انه مفيش اي خيار تاني بدا يتقدم بحذر جوه الغابه. ولما الليل جه لويد يستغل وقته انه يراجع تعويذه ويحاول يطورها قد ما يقدر. الايام تعدي بنفس الروتين لحدنا في لحظه لويد يدوس على فرع شجر ناشف وصوت التكسير ينبه عنكبوت ضخم لمكانه. قلبه يدق بسرعه فيجري بالعكس
وهو يرمي تعويذة سرعة علشان يبعد عن المخلوق. بعد رحلة طويلة ومتعبة يوصل أخيرا للبيت سالم، لكنه ينهار من التعب قدام الباب على طول. ميرلين لما تلاقيه تحس بفخر حقيقي إنه رجع لوحده، وده بيدل إنه عنده قوة تحمل كبيرة. تمر سنين، وفي يوم لويد وهو بينظف يشوف كتاب على مكتب ميرلين بيتكلم عن مدينة غريبة. يسألها ممكن أخذه أقرأه؟ فتقول له خده. في الوقت ده كان لويد خلص تقريبا كل تدريبه، فبقى مش ملتزم بدروس يومية. لكن لسه كل يومين ميرلين تجره يساعدها تبتكر تعاويذ جديدة، لأنها شايفة إنه عنده موهبة كبيرة في تطوير السحر. لويد ما كانش متضايق، كان مبسوط إنها أخيرا بقت تشوفه كند ليها. لكن في مشكلة، بقاله أيام ما أكلش كويس. ميرلين كانت بتجبره يسهر كل ليلة عشان تجارب سحرية، ومع المطالب اللي ما بتكفش بدأ يتعب جدا، وحبه لفكرة الحياة في المدينة كبر أكتر وأكتر. وفي الآخر قرر ياخد قرار كبير. تاني يوم الصبح ميرلين تطلع أوضته تطلب منه يساعدها في دراسات سحر جديدة، لكن تتفاجأ لأنه مش موجود. وبمجرد ما شافت الكتاب المفتوح على مكتبه عرفت بالضبط هو راح فين. في الوقت ده لويد وصل المدينة وانبهر فورا بالحياة اللي حواليه. دي أول مرة يشوف مكان زي ده. أول ما اشترى رغيف عيش بسيط اكتشف إنه فاضي الجيب وما عندوش فلوس، فبقى محتاج شغل ضروري. وفجأة لافتة تجنيد لمغامرين طارت ووقعت في وشه. من غير ما يفكر قرر يقدم فورا. في الوقت ده راجل لابس عباءة ومغطي وشه كان بيتابع لويد في السر، واضح إنه مهتم بالقرار اللي لسه واخده. بعد ما لويد ينضم رسميا لمجموعة المغامرين، هو ورفاقه الجداد بيتجهوا على القلعة علشان يواجهوا سايكلوب ضخم. ولما القتال يبقى صعب قائد الفريق آلين يطلب من الساحرة شينا تعالج جروحه، لكن قبل ما تلحق تتحرك لويد يرمي في سره تعويذة تعزيز قوية، وفجأة كل الفريق يحس إنه أقوى وأنشط، ولا واحد فيهم لاحظ إن لويد هو السبب وهو ما قالش كلمة. بعد ما التعويذة تشتغل الرمية ترمي سهم في عين السايكلوب، وبعدها رينا تستخدم درعها وتصد واحدة من ضرباته. آلين يتفاجئ ازاي الامور بقت اسهل، بس ما يفكرش في السبب ويخلص على السايكلوب واثق من نفسه ومقتنع ان كل حاجه كانت بقوته هو. لكن رينا شكلها شكت ان لويد ليه علاقه بالقوه اللي حسوها فجاه. بعد ما السايكلوب اتغلب عليه الفريق يرجع للقريه، وآلين بيتحتفل بيه كبطل. الوحش كان قوي لدرجه ان محدش قبلهم قدر يهزمه. المكافاه كانت كبيره، لكن آلين سلم لويد 5 قطع ذهب بس، وقال له ده لانك لسه مبتدئ مغامر لسه في رتبه دي. لويد أخذ فلوسه من غير ما يعترض، لكن لما آلين اقترح يشربوا نخب الانتصار لويد اعتذر وقال مش عايز يشرب. ساحرة الفريق ميا اتضايقت لأنه رفض يشرب معاهم، لكن آلين قال لها مش مهم، نقدر نجيب ساحر أبيض تاني، هو أصلا ما ساهمش كتير. وفي طريق الرجوع لبيت ميرلين الرجل الغامض اللي كان بيتابع لويد قبل كده ظهر، وميرلين بدأت تسأله عن مكان لويد. الراجل قال لها إنه وصل المدينة وانضم لفريق مشهور. ميرلين ارتاحت لما سمعت انه بخير، وقالت لنفسها كان لازم يجي اليوم اللي يخرج فيه ويشوف العالم بنفسه، واضافت طول ما هو ما يتغرش زي ما انا اتغريت وانا صغيره كل حاجه هتمشي تمام. الراجل سالها لسه عندك ذنب من اليوم ده؟ وساعتها وش ميرلين اتغير بمراره. ميرلين تفتكر غلطتها القديمه، ساعتها ما توقعتش ان ملك الشياطين هيكون مستعد يدمر نفسه بس علشان ياخد الجريمور. الغلط ده لوحده ادى لخراب قريه كامله ومسح في لحظه كل اللي كانوا هناك، حتى ميرلين نفسها راحت معاهم. لكن لحسن الحظ زميلها القديم قدر يرجع كل الناس باستخدام سحر قديم محرم، انما الثمن كان حياته هو. من يومها ميرلين ما بطلتش تلوم نفسها. نرجع لمغامرات لويد مع فريق الابطال. هو لسه بيساعدهم في صمت. كل مره إيلين او اي حد من الفريق يتزنق في قتال لويد دايما يرمي تعويذ دعم تديهم الافضليه، وفضل مجهوداته الفريق بيحافظ على سلسله انتصارات شبه كامله، وكلهم بيأدوا باعلى مستوى رغم ان محدش فاهم قد ايه لويد شايل الحمل كله على كتافه. في ليله رينا قاعده تذاكر تقنيات دفاعيه لما إيلين يدخل اوضتها فجاه، فضولي يعرف بتعمل ايه. هي تقول له انها محتاره لان ضربات الوحوش ما بقتش تخبط في دراعها زي الاول. إيلين يوافقها، انا كمان حسيت كده بس افتكرت ان ده من مهارتي الطبيعيه. رينا ترد، بس انا ما اتمرنتش كتير مؤخرا، فالقوه اللي حسيتها فجاه دي مش منطقيه. في الوقت نفسه وفي عمق الغابه في نفس الليله مجموعه حراس كانوا بيخلصوا دوريه، وفجاه واحد منهم يصرخ صرخه الم مرعبه، الباقيين يلفوه بسرعه ويشوفوا جولم ترابي ضخم بيطلع فوق الراجل. في اللحظة دي واحد من الحراس عرف إن نهايته قربت. الصبح اللي بعده قائد الحرس يروح لإيلين ويطلب منه المساعدة ويشرح له الحراس اللي كانوا بيقوموا بالدورية امبارح اتقتلوا بطريقة بشعة. إيلين من غير ما يتردد يوافق يساعد، فاكر إن القضاء على جولم حاجة سهلة. وفي نفس اليوم الفريق يتبع أثر الجولم باستخدام سحر التتبع بتاع لويد واللي يرشدهم لكهف مخفي ورا شلال. ومع استمرار دعم لويد السحري يقضوا بسرعة على وحش الحجر، لكن فجأة شيطان يستدعي جولم تاني من الصخور اللي وقعت من فوق ويجبرهم يرجعوا للقتال من جديد.
بطلنا يركز نظره على الشيطان ويلاحظ انه ماسك عصا فيها حجر سحري بيستخدمه للسيطرة على الجولم، ولويد عارف قد ايه الاحجار دي خطيرة، وساعتها ادرك انه لازم يتصرف بسرعة قبل ما الدنيا تخرج عن السيطرة. يرمي تعويذ الضغط ويقول للولو ارمي سهم على الشيطان. لولو تتفاجأ من امر لويد المفاجئ وتتردد لحظة، لكن في الاخر ترمي السهم وبشكل معجزة السهم يخترق ويوصل للهدف. لويد بعدها يطلب من ميا انها تنقل العصا عنده بالسحر، واول ما يمسكها يلقي تعويذة ويقفل سحر العصا. في اللحظة دي إيلين بدأ يتضايق. ليه لويد هو اللي بيدي أوامر وهو المفروض القائد؟ إيلين وهو معصب يحاول يرجع هيبته ويندفع علشان يوجه الضربة الأخيرة للجولم بنفسه، لكن لويد يرفض يسيبه يموت، يعزز قوته بالسحر ويدفع إيلين بعيد قبل ما الجولم يسحقه في ثانية. بس بدل ما يشكره إيلين يصرخ عليه لأنه تدخل، متجاهل إنه لسه من شوية أنقذ حياته. وفي الآخر إيلين بنفسه يوجه الضربة الأخيرة للجولم. ولما يرجعوا كلهم القرية إيلين لسه متضايق، فيقرر يطرد لويد بحجة إنه مزعج. إيلين كمان يتهمه إنه كسول وما بيعملش حاجة مهمة للفريق. وبعد سنين من سماع ميرلين وهي بتقول له قدراتك ما تنفعش، بطلنا تلقائيا صدق إن المشكلة فيه هو، فوافق على طرده من الفريق من غير حتى ما يعترض. بعدها ب3 أيام فضل يدور على فريق جديد ينضم له، لكن للأسف طلع الموضوع صعب جدا. معظم الفرق معاها بالفعل ساحر أبيض، إنما بالصدفة بنت في الاستقبال كانت مستميتة تطلب من موظفة النقابة إنها محتاجة ساحر أبيض فورا. وفي اللحظة دي الموظفة تشير على لويد، وأول ما البنت تشوفه تجري عليه تمسك إيده وتجره معاها غصب وتقول له إنه لازم ينضم لفريقها. وبالفعل تاخد لويد وتجره عشان تعرفه على باقي فريقها، والكل يتفاجئ قد إيه رجع بسرعة. الكل كان فاكر إن يوي هترجع فاضل إيدين، لأن تقريبا مستحيل تلاقي ساحر أبيض جديد بسرعة دي، لكن فجأة يوي تفاجئهم وتشاور على لويد وتعلن هو هينضم للفريق. المشكلة إن يوي ما شرحتش أي حاجة لويد قبل كده، يعني أساسا هو عمره ما وافق ينضم للفريق من الأول. الباقيين بدأوا يشكوا، الموضوع شكله حلو زيادة عن اللزوم، ويقولوا ليوي إنهم لازم يلغوا المهمة اللي كانوا هياخدوها، لأن من غير ساحر أبيض ما يقدروش يكملوها، وكمان مفيش ضمان إن لويد أصلا قادر يعوض كلوب. الكل يتفق إن الاستمرار بالمهمة بالوضع ده خطر جدا، بس يوي ما تحبش تتراجع، العميل معتمد عليهم وهي فعلا عايزة تساعد. لويد مش فاهم القصة كلها، لكن فهم إن المهمة مهمة جدا. بيقترح إن مجموعة تانية تاخد المهمة، لكن يشرحوا له إن مفيش حد متاح غيرهم، دي مهمة تصنيف A، يعني بس الفرق من رتبة A أو أعلى يقدروا يقبلوها. وللأسف كل فرق رتبة A في العاصمة مشغولين في مهمات تانية ومفيش حد فاضي. فريق يوي من رتبة S يعني عندهم الحق ياخدوا المهمة، لكن من غير ساحرهم الأبيض الأساسي محتاجين بديل. المشكلة قوانين النقابة ما تسمحش الفرقة إنها تشتغل مع أعضاء مش مسجلين رسميا، يعني ما ينفعش ياخدوا ساحر أبيض من فريق تاني كده وخلاص. ومع ضيق الوقت تقريبا مستحيل يلاقوا ساحر أبيض مؤهل. لويد فعلا عايز يساعدهم، لكن بصراحة حاسس إنه مش قوي كفاية علشان ينفع مع فريق رتبة S. وقبل ما يلحق يعبر عن قلقه يوي تصر بكل ثقة كل حاجة هتبقى تمام طول ما لويد معانا. بعدها ياخدوه على ساحة تدريب علشان يختبروه قبل ما يضموه رسميا للفريق. رغم ان لويد ما وافقش على اي حاجة من ده، بيلاقي نفسه واقف في الساحة. يوي تقول له ورينا انت قادر على ايه، لكن هو قلقان خايف قدراته ما تعجبهمش، خصوصا وهم فريق من رتبة S زي معلمته. داجس يتدخل ويقول ليوي مش عادل تضغطي على لويد فجأة وتطلبي منه يبرهن على قوته، لو هتختبروه اقل حاجة توضحي انهي تعويذة عايزين يستخدمها. داجس كلامه منطقي. ساعتها يوي تبص على لويد وتطلب منه اعمل تعويذة تعزيز على كل الفريق. لويد اتفاجئ، الطلب باين عليه سهل قوي علشان يكون اختبار لفريق من رتبة S، فسأل يوي باستغراب يعني انت بس عايزاني اعززكم كلكم هنا؟ يوي اكدت بس مع شرط مهم جدا، لازم تعمل التعويذة علينا كلنا في نفس الوقت. لويد استغرب اكتر، هو استخدم تعويذ تعزيز لناس كتير قبل كده من غير اي مشكلة، بالنسبة لي ده مش تحدي خالص. طب ليه الاختبار يعتبر حاجة مهمة كده؟ في الاول شك ان في حاجة مخفية، شرط مش متقال، لكن لا، هم فعلا عايزينه يعمل تعويذة تعزيز وبس. والاغرب ان شكلهم مش واثقين انه حتى يقدر يعمل حاجة سهلة زي دي. يسألوه تقدر تعمل ده؟ يرد ايوه طبعا اقدر، رغم انه لسه متلخبط ليه الاختبار بسيط بالشكل ده. لويد اللي يستدعي عصاه ويبدا يلقي تعويذة التعزيز. اللي صدم يوي اكتر من اي حاجة انه استدعى عصا من الهواء. على طول تسأله ايه ده؟ العصاية دي ظهرت منين؟ لويد بكل بساطة يشرح ده مجرد سحر تخزين اساسي، مش حاجة مميزة يعني. لكن هو كان مهتم يشوف ردة فعل يوي على تعويذة التعزيز. في الاول ما خدتش بالها، لكن وهي مركزة حست فجأة بزيادة بسيطة في قوتها. باقي الفريق كمان حسوا بالتأثير، بس في حاجة مختلفة في التعويذة دي. يوي تسحب سيفها وتجرب تقطع شجرة، ولدهشتها السيف شق جذع الشجرة بنص ضربة. وقفت تبص على السيف بذهول، لكن بالنسبة للويد النتيجة كانت طبيعية مع تعويذته. هما كانوا فاكرين انه هيعمل تعزيز قوة بس، لكن لويد شاف ده أساسي قوي، فزود تعزيز جسدي، دفاع، سرعة وحيوية. الفريق كله اتصدم من اللي شافوه ووقفوا ساكتين بيتفرجوا عليه بانبهار. لويد فهم اسكتهم غلط، افتكر انهم مش راضيين. قال لهم آسف لو ضيعتوا وقتكم، واضح انكم مش هتحبوا ساحر ابيض زي فريقكم. ولما كان خلاص هيغادر يوي وقفته
ما تقدرش تسيب شخص زي ده يمشي. يوي ما كانتش ناويه تسيب حد بمهارات زي دي يمشي، وكمان كانت عايزه تعرف اكتر عنه. بدات تساله شويه اسئله ولحد ما اكتشفت ان لويد كان عضو قبل كده في فريق البطل. اتصدمت وقالت ده شيء ضخم، الفريق ده مشهور في المملكه كلها. لكن بطلنا رد بهدوء، هم طردوني، حسوا اني ضعيف وان وجودي ما كانش مهم قوي بالنسبه لهم. دجاس والباقيين بصوا لبعض بانبهار وقالوا ده جنان، احنا عمرنا ما شفنا حد يعمل كل التعويذات دي مره واحده زيك. لويد حاول يقلل من نفسه وقال اكيد في ناس اقوى مني بكتير، واقترح كمان على يوي والفريق يمكن لازم ترجعوا ساحركم ابيض القديم. بس يوي قالت ان ده مستحيل. ساحرتهم القديمه كلوم عندها اخت صغيره مريضه جدا، كانت بتحاول توازن بين شغلها كمغامره ورعايه اختها، بس ده دمرها حرفيا ووصلت لدرجه انها ما بقتش تقدر تركز في القتال. علشان كده قررت تسيب الفريق. رغم ان ده وجع قلبهم بس فهموا قرارها واحترموه، ومن وقتها بقوا بيدوروا على ساحر ابيض جديد يحل محلها. هما بيقبلوا مهام عادي من غير ساحر ابيض، لكن مهام الروتا ايه مستحيل تتعمل من غير واحد. لويد حس قد ايه الفريق بيحب كلوم وعايز يساعدهم لو يقدر، فسال هي اخت كلوم مالها. يوي ما كانتش متاكده قوي، بس قالت ان جسد اختها بيتحول ببطء لحجر سحري. لويد افتكر انه قرأ قبل كده عن التحول ده وعارف انه ممكن ينتشر كمان لحاجات تانية. قال لنفسه انا كنت ببحث في طرق لعكس التحول، يمكن الاقي حل. وطلب من يوي خديني بيت كلوم. ما عداش وقت طويل ووصلوا. كلوم اتفاجئت وهي شايفه يوي ومعاها شخص غريب واقف على بابها، لكن دعتهم يدخلوا يتكلموا. لويد اتردد قبل ما يسال، عارف ان سؤاله ممكن يبان قاسي لكن لازم يفهم ازاي بدات حاله اختها. كلوم شرحت انا واختي سيلفي كنا مغامرين مع بعض من زمان، لكن كل حاجه اتغيرت في مهمه لما سيلفي اتصابت ووقعت في غيبوبه، ومن يومها وهي ما فاقت. يوي سالت يعني وحش هو اللي هاجم سيلفي؟ كلوم هزت راسها وقالت مش عارفه، لما لقيتها كانت فاقده الوعي اصلا. لما لويد اصر يعرف تفاصيل اكتر عن الاعراض، كلوم قالت له اسهل تشوف بنفسك بدل ما اشرح. واخدت يوي ولويد لغايه باب اوضه سيلفي، بس قبل ما تفتح حذرتهم خدوا بالكوا المنظر صعب. بمجرد ما كلوم فتحت الباب، موجة طاقة سحرية خانقة ضربت يوي ولويد في وشهم، وكلها طالعة من سيلفي. كلوم سحبت الغطا من على جسمها وكشفت إن إيديها ورجليها بدأوا يتحولوا. دي كانت أول مرة لويد يشوف بعينه إيه اللي بتعمله الماجيجامة في إنسان، واتصدم من اللي شايفه. المانا في جسم سيلفي بقى غير مستقر وبيحول جسمها ببطء لحجر سحري، وبالسرعة دي مش هياخد وقت طويل قبل ما التحول يسيطر عليها تماما. بطلنا قال لكلوم سيبيني افحصها، انا عايز اجرب حاجه ولو تحليلي صح ممكن اعالجها. كلوم استغربت وقالت له ازاي؟ اقوى المعالجين في المملكه ما قدروش يعملوا حاجه. لويد شرح اللي حصل غالبا بسبب انها اتغرست فيها ماجيجامة بدرجه نقاء عاليه جدا. وسالها الكهف اللي اتصابت فيه سيلفي كان فيه تركيز مانا عالي؟ كلوم اكدت وقالت ايوه، اصل المهمه اللي كنا فيها كانت لجمع الماجيجامة من الكهف ده، غالبا ده السبب. لويد طلب منها وريني مكان الجرح. كلوم اشارت له، وطبعا زي ما لويد توقع قطعه من الماجيجامة دخلت جسمها من خلال الجرح، وهي اللي بتسرب مانا وتحولها. لحد دلوقتي كل استنتاجات لويد كانت صح، علشان كده يوي قالت لكلوم اثق فيه، سيبيه يعمل العمليه وينقذ سيلفي. وبداوا يجهزوا كل حاجه. لويد بدأ يركز وبيعمل تعويذة لسحب المانا الفاسدة من جسم سيلفي. العملية كانت مرهقة جدا. ليه؟ لأنه بيمتص موجة ورا موجة من الطاقة الملوثة. أصل حالة سيلفي راجع لعدم استقرار المانا عندها بعد ما تعرضت لحجر ماجيجيما. علشان يعالجها لازم يطهر تقريبا كل المانا الملوثة من جسمها، لكن في نفس الوقت لازم يخلي باله ما يتسببش في موتها من استنزاف المانا. علشان كده خططوا انه يعالجها وفي نفس الوقت يسحب المانا الفاسدة. بدأ يلقي التعويذات. كلهم شافت التعويذة وقالت له باستغراب التعويذة دي مش علاجية معروفة، انت بتعمل ايه بالظبط؟ لويد شرح بهدوء الطاقة اللي بسحبها من سيلفي ضخمة جدا ولازم اعمل بيها حاجة بدل ما تنفجر جوايا، علشان كده بهدي طاقة في تعويذة علاجية اضعف. حتى ابسط شكل من العلاج بياخد كميات مانا هائلة. يوي ما كانتش فاهمة الكلام العلمي ده، فسألت كلوم اللي بيعمله لويد ده فعلا حاجة عظيمة؟ كلوم ردت بسرعة متحمسة عظيمة؟ الكلمة دي قليلة على اللي بيعمله، هو بيستخدم تعويذة هو نفسه اخترعها وبيجمع نوعين سحر مع بعض لوحده، ده إنجاز مش طبيعي. وفوق كده عنده إرادة حديدية تخلي أي حد غيره ينهار من زمان. ومع استمرار لويد في العلاج التحول اللي في جسم سيلفي بدأ يتراجع تدريجيا لحد ما انتهى العلاج وسيلفي رجعت طبيعية. لكن المجهود كان رهيب لدرجة إن لويد وقع من التعب بعد ما خلص. وبعد شوية سيلفي فتحت عينيها لأول مرة. كلوم انهارت من الفرحة، فضلت تبكي وهي بتحضن أختها مبتهجة. أخيرا فقت يا سيلفي. شكرت لويد ويوي من قلبها ممتنة، انتوا أنقذتوا حياتها. وبعد ما سيلفي استردت صحتها كلوم قالت إنها هترجع للمغامرات معاها،
يوي اتضايقت شوية لأنها بتحب وجود كولوم في الفريق، لكن احترمت قرارها إنها تبقى جنب أختها. قبل ما لويد يمشي كولوم نت وقالت خلي بالك على الفريق بدالي. لويد رد بتواضع أنا لسه مش عضو رسمي في الفريق ولسه حاسس إني مش قوي كفاية. كولوم ضحكت وقالت له مرحة بلاش تشك في نفسك، امشي ورا قلبك. في نفس الليلة يوي ولويد راحوا للفريق وقالوا الخبر متحمسين. سيلفي اتعالجت، الكل فرح جدا وهنوه لويد على المجهود الخارق اللي عمله. بس بما ان كلوم اكدت انها مش راجعه للفريق، المجموعه اضطرت تفكر في خطوتهم الجايه. خلال الفتره القصيره اللي قضاها معاهم لويد اتعلق بالفريق وشاف انهم بيهتموا ببعض بجد على عكس فريق. كانت دي اول مره حد يعزم لويد على الاكل من قلبه من ساعه ما وصل المدينه. فرحته كانت واضحه جدا، بدا ياكل بشراهه ويخلص طبق ورا طبق مندهش قد ايه الاكل طعمه خطير. لكن باقي الفريق كانوا مستغربين من رد فعله لان الاكل بالنسبه لهم عادي جدا، حاجه يوميه. لويد اتصدم لما عرف ان النكهات اللي مبهور بيها دي بالنسبه لهم اكل عادي، وابتدى يشك ان الاكل اللي اتربى عليه في قريته كان تعبان قوي. الناس سالته بفضول كنت بتاكل ايه قبل ما تيجي المدينه؟ لويد ضحك وقال الفطور والغدا والعشاء كانوا غالبا فطر بري وشويه اعشاب وكميه صغيره من لحم الحيوانات اللي كنت بصطادها في الغابه. بس المشكله ان ميرلين معلمتي طباخه سيئه جدا. يوي ابتسمت وقالت له ورينا اكتر عن معلمتك، يعني حتى لو كانت طباخه سيئه اللي علمتك سحر قوي زي ده اكيد شخص مذهل. سيليكا سالت وهي متحمسه هي كمان ساحره شفاء زيك؟ لويد فكر وقال بصراحه ما سالتهاش قبل ما اسيب البيت، لكن من كتر الانفجارات اللي كانت بتحصل وانا بتعلم حاسس انها اصلا ساحره قتاليه اكتر من انها ساحره شفاء. سيليكا انبهرت، يعني حتى لو مش متخصصه في الشفاء قدرت تعلمك كل السحر ده؟ لو جات لي فرصه انا نفسي اتدرب عندها. لويد بسرعه قطع كلامها وقال لا مستحيل، انا مش ممكن اسمح لك تقابليها حتى. ابتسم ابتسامه عصبيه واضاف اللي شفته في التدريب معاها لا يمكن اتمنى لاسوأ اعدائي حتى، ده مش تدريب ده عذاب رسمي. بس على طول وضح ده مش معناه اني شايل منها، هي قاسيه جدا في التدريب لكنها طيبه من جواها، وبالرغم من كل حاجه كانت فعلا بتخاف عليا. بعد الاحتفال يوي قالت لسه عندنا مهمه كبيره، لكن قبل اي حاجه لازم نوضح للويد تفاصيلها. جوي ورت لويد اعلان المهمه وداجس بدا يشرح المطلوب اننا نتعامل مع مجموعه وحوش بتخرب في المزارع اللي حوالينا، الفلاحين مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. الغريب بقى ان القطيع ده في انواع مختلفه من الوحوش بيتعاونوا مع بعض، ودي حاجه مش طبيعيه. يوي قالت بحماس حتى لو الوضع غريب واجبنا كمغامرين نحمي اللي في خطر، ولويد وافقها تماما. بعد كده بداوا يحطوا خطه القتال. يوي وداجس مش هيقدروا يعملوا كتير في قتال مباشر ضد قطيع كبير من الوحوش، علشان كده لازم يعتمدوا على سحر سيليكا. استخدام سحر الهجوم واسع المدى بيستهلك كميه ضخمه من المانا، وده خلى سيليكا تبقى قلقانه لانها حتى لو استخدمت كل قوتها مش هتقدر تمسح القطيع كله لو كان ضخم. يوي بصلها وقالت طب يا لويد انت تعرف اي تعويذات هجوميه؟ لويد رد بعرف شويه، بس ما اعتقدش ان سحر الهجوم اللي عندي هيقارن ابدا بسحر مقاتله زي سيليكا. مع ذلك كان لازم يحطوا خطه معركه. داجاس قال انا ويوي هنقف في المقدمه ونجذب انتباه الوحوش، وبعدين هنقودهم كلهم لمكان واحد، وساعتها سيليكا تضرب الضربه القاضيه. كروس دوره يحمي سيليكا وهي بتحضر التعويذه، اما لويد فهو اللي هيتكفل بكل تعويذات الشفاء والدعم طول القتال. سيليكا كانت مبسوطه جدا ان لويد معاها لان تعويذات الدعم بتاعته قويه جدا، لكن لويد لسه مش فاهم ليه كلهم شايفينه قوي قوي. في الاول يوي كانت فاكره انه بيتواضع بس، لكن دلوقتي بقت عارفه انه فعلا مش مدرك قوته. وقفت قصاده وقالت بابتسامه انت لازم تثق في نفسك اكتر. لويد تنهد وقال بس انا اطردوني من فريق البطل عشان قالوا عليا ضعيف، يعني اكيد مش بالقوه اللي انتم فاكرينها. باقي الفريق اتصدموا، مين المجانين اللي بيطردوا واحد زيك؟ لكن كلهم اكدوا انهم واثقين جدا في قدراته، وده فرح لويد جدا. بعد ما خلصوا اجتماع الخطه كل واحد راح في طريقه واتفقوا يجتمعوا الصبح، لكن داجاس لاحظ ان لويد ماشي في الاتجاه العكسي. قرب منه وساله انت رايح فين؟ لويد اتكسف وقال بصراحه ما عنديش فلوس ادفع اوضه في الفندق. داجاس ابتسم وقال بحزم مش هسيب زميلي الجديد ينام في الشارع، واداله كيس فيه شويه عملات. لويد رفض مش هقدر اخد فلوس كده ببلاش، لكن داجاس قال له دي مش هديه، دي سلفه مؤقته، اول ما تاخد مكافاتك من المهمه رجعها لي وخلاص. لويد اتاثر جدا وشكره من قلبه ووعد انه هيرجع الفلوس. داجاس بس قال له كفايه كلام، روح نام دلوقتي. باقي الليله لويد نام لاول مره من زمان على سرير حقيقي، حاسس بامتنان رهيب انه لقى اصدقاء جداد طيبين. تاني يوم الصبح لويد والفريق كلهم اجتمعوا قدام بيت يوي جاهزين للمهمه. لما يوي خرجت وشافتهم اتصدمت ان مفيش حد شايل حاجه، المهام دي عاده بتحتاج عتاد ضخم وتجهيزات كتير. الباقيين شرحوا لها لويد ساعدنا، خزن كل حاجتنا بتعويذه السحر بتاعه، وفر علينا وجع الدماغ والشنط التقيله.
لما لويد عرض يخزن شنطة يوي كمان وخلص المهمة بسهولة، يوي شكرته وقالت فعلا رهيب، كرهت طول عمري إني أضطر أشيل شنط في السفر. التعويذة اللي علمهم عليها لويد كانت واضحة، كل ما تتدربوا أكتر هتقدروا تزودوا كمية التخزين. يمكن عمرهم ما يوصلوا لسعته الخارقة، بس حتى لو وصلوا ربعها هتفضل مهارة مفيدة جدا. أول ما سمعوا الكلام ده كلهم قالوا بحماس علمنا علمنا، ولويد ابتسم وقال ماشي هعلمكم وأنا مبسوط. وبعد شوية الفريق بدأ رحلته، وهم ماشيين في السهول وصلوا أخيرا لحدود مملكة الشياطين. في الوقت الحالي الشياطين ساكتين، فالمنطقة هادئة نسبيا، لكن محدش عارف امتى ممكن يحاولوا يغزوا القارة تاني. وفي الوقت ده في أعماق الغابة شخص غامض لابس عباءة سودة كان بيعمل طقس سحري مظلم، طقس هيجيب مصايب كبيرة قريب. أما لويد والفريق وصلوا لنقطة التوقف الأولى قبل الوقت المتوقع، قالوا يلا نعسكر جنب المية. لويد طلع من التخزين السحري معدات التخييم، الكل ساعد ينصبوا الخيام ويحضروا النار. الشغل خد وقت، ولما خلصوا يوي كانت منهكة ومليانة عرق. يوي قالت لداجس أنا هموت، ممكن أنزل أستحمى في النهر؟ لكن داجس رد لسه في شغل، لازم نجيب حطب عشان نطبخ العشاء. لويد قال أنا أروح أجيب الحطب بدلها. يوي شكرته فورا وسحبت سيليكا معاها، يلا نغتسل إحنا الاتنين في النهر. بعد شوية لويد وهو بيجمع الحطب سمع صرخة مفزعة من ناحية النهر. يوي وسيليكا كانوا بيستحموا، لكن فجأة ظهر بازيليسك من المية، وللأسوأ الاتنين كانوا بلا أسلحة، ولويد لو ما اتحركش بسرعة الاتنين هيتموتوا. لويد نط من على منحدر صخري، رمى كرة نار صغيرة ليلفت انتباه الوحش وصاح فيهم اسبحوا للشاطئ بسرعة. بمجرد ما اتشتت الوحش لويد طلع أسلحة الفريق من التخزين ورماها ليهم، وفي نفس الوقت رمى عليهم تعويذة تعزيز. المعركة بدأت، يوي هاجمت أول واحدة وبضربة واحدة قطعت رأس البازيليسك. سيليكا صرخت فجأة ابعدوا هفجروا. يوي ولويد رموا نفسهم بعيد، وفي اللحظة دي سيليكا أطلقت انفجار ناري هائل حرق البازيليسك اللي باقي بالكامل. سيليكا بصت على اللي حصل، يا نهار أبيض، عمري ما عملت تعويذة بالقوة دي. لكن اللي هي مش عارفاه إن لويد كان حاطط عليها تعزيز سري من الأول. وفجأة فوطة يوي وقعت قدام لويد. يوي احمرت من الخجل وعينيها مليانة إحراج. لما رجعوا المعسكر عشان يشتتوا الجو لويد قرر يبدأ الدرس. هعلمكم سحر التخزين، قال لهم تقدروا. وأخيرا قدروا يفتحوا مساحات التخزين الخاصة بيهم رغم إنهم لسه محتاجين تدريب أكتر. في وقت متأخر من الليل بعد العشاء لويد كان قاعد جنب النار. يوي قربت منه، قالت له ابتسامة خفيفة كنت عايز أشكرك إنك انضميت لفريقنا. لكن لويد رد مفيش داعي تشكريني، أنا أصلا كنت بدور على فريق أنضم له. رغم كده يوي لسه حاسة بذنب بسيط، عارفة إنها ضغطت عليه عشان يوافق، لكن لويد فاهم كانت عايزة تخلص المهمة لا أكتر. الفضول خلاها يسألها طب ليه المهمة دي مهمة قوي بالنسبة لك مع إن مالكيش أي علاقة بالمنطقة؟ يوي سكتت شوية وبعدين قالت الحقيقة الموضوع فاكرني بماضيي، وأنا صغيرة قريتي اتدمرت بسبب الوحوش، أنا الوحيدة اللي نجيت، الصدمة فضلت معايا لحد النهاردة، علشان كده مش هقدر أقف أتفرج على قرية تانية يحصلها نفس المصير. وفجأة لويد سمع صوت غريب من الغابة، قال بسرعة يوي صح الباقي دلوقتي. ثواني بعدها عصابة ضخمة من العناكب خرجت من بين الشجر. في الأول الفريق حاول يستخبى يمكن يتجنبوا القتال، لكن يوي دست على فرع ناشف بالصدفة فرقعت تحت رجلها. كل العناكب اتلفت انتباهها ليهم فورا. الفريق سحب أسلحته جاهزين للقتال، لكن فجأة واحدة من العناكب خطفت عصاية سيليكا ورمتها فوق شجرة عالية. سيليكا بقت عاجزة، مفيش تعاويذ هجومية، الوضع بيخرج عن السيطرة. لويد خد المبادرة، معايا خطة. أول حاجة رسم سحر تعزيز على الكل، بعدها بعت يوي تشغل العناكب وتلخبطهم. في نفس الوقت أمر كروس اطلع فوق الشجرة هات عصاية سيليكا. بمجرد ما سيليكا مسكت عصاها تاني لويد قال لها انت وكروس اعملوا هجوم مشترك، وفعلا الهجوم نجح، العناكب كلها اتمسحت. لكن بعد ما المعركة خلصت لويد حس بالقلق، قالوا هو محرج، آسف لو كنت بأدي أوامر، أنا مش القائد هنا. لكن الباقي ضحكوا وقالوا يا راجل أوامرك أنقذت الموقف، وإحنا هنكون مبسوطين لو كررتها في أي أزمة تانية. اليوم اللي بعده الفريق لم كل أدوات التخييم رجعوها جوه التخزين السحري، ولما كل حاجة بقت جاهزة كملوا الرحلة. لكن لويد كان سرحان، الهجوم اللي حصل بالليل مش مجرد صدفة. سأل نفسه هو في حاجة أعمق بتحصل جوه الغابة؟ وهنا ننهي كل أجزاء الأنمي الحالية، وعند صدور حلقات جديدة رح ألخصها لكم هنا على طول. لو وصلت لهنا أنت الأسطورة الحقيقية، لا تنسى اللايك يا أسطورة علشان نكمل نجيب لك أروع الحكايات والأنميات اللي تحبها. لك أنا